انا بقى ابويا ما عرفتوش غير لما مات. ولما مات عرفت انه كنت يتيمه برضه وهو عايش. يمكن لو كان ليا اخوات كنتش هحس الاحساس ده، بس ساعات بقول مين عارف، لو كان ليا اخوات كانوا هيحبوني ويحتووني ولا هيقسوا عليا ويسيبوني مني للدنيا. هو ده بقى فرق التربيه يا حاج سيد. بابي بتاعها غير بابي بتاعي خالص. تصبح على خير. يا ريت. يا ريت ايه؟ يا ريت يبقى خير وانت من اهله. هي يا سالي، تعالي. ايه؟ خلاص نويت. حضرتي نفسك كويس؟ حاطه خطه معينه في دماغك؟ يعني على قد ما قدرت. انت عارف ان المعلومات قليله قوي المره دي. طب اقعدي. ايه يا هاني؟ مراد ابو الخير عندك؟ ابعتهولي. لا دلوقتي عندي في المكتب. شكرا. قلت لهم ايه في البيت؟ لا، ما هم خلاص بقوا متعودين على جناني. لما رجعت لهم اخر مره بعد تحقيق المخدرات امي ما بقتش مصدقه. كان ناقص تبلغ عني. وطبعا كدبتي عليهم عشان تطلعي المهمه دي. بصراحه يعني قلت لهم انك بعتني اعمل تحقيق عن السياحه بعد الثوره. ادخل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا مراد، ازيك؟ انا كنت عايز اطمن عليك. الحمد لله تمام. ها، شغال على ايه يا بطل بقى دلوقتي؟ مصابي الثورة، ثوار بلطجية. تمام. طيب خلص وببلغني. حاضر، بعد اذن حضرتك. اتفضل. ده اللي حصل لمراد لما اتكشف في فيلا سالم الجرحي في الغردقه يوم راس السنه. لسه برضه مصممه تسافري؟ تصدق انا لو كان عندي لحظه تردد واحده قبل كده بعد اللي حصل لمراد، لو انطبقت السما على الارض، انا مش هرجع من الغردقه غير وانا معايا فايل كامل عن سالم الجرحي. تصدق انك شرير وبتعرف تستفزني، تخليني اعمل اللي انت عايزه من غير ما تقول. خدي بالك من نفسك يا سالي. مش انا، خد انت بالك من نفسك.
اللي جابك ورايا يا اخي؟ فاكره نفسك في بيت اهلك. تعالي. انت اللي جابك ورايا يا اخي؟ مغفل. هضيع نفسي عشان واحده هبله مش عارفه تميز ما بين راجل وست. ولا انت كنت ناوي تقتلي اي حد ولا ايه؟ قدامي. تعالي تعالي انت جاي ورايا ليه يا اخي؟ ما تسيبني في حالي يا اخي. تعالي. من اول ما شفتك حسيتك مش مظبوطه. سؤالك عن الفيلا، كلامك عن اهلك واخواتك، اول بصه ليك لسالم الجرحي ما كانتش بصه مظبوطه خالص. سرقه الخنجر من ورا الراجل اللي في نفس التوقيت كان بيوصينا فيه على بنته. حتى بنته لما سالتك اشوف لك شغلانه قلت لها لا، انا عايزه شغلانه تانية. مفيش حد جاي يدور على شغل بيختار الشغلانه اللي هو جاي لها. كل ده حسسني ان جاي تعملي مصيبه يا في نفسك يا في حد. مشيت وراكي بعد ما خلعت مني طبعا، ودخلت وراكي الفيلا زي ما دخلتي بالظبط، والباقي بقى انت عارفاه. بصي، انا مش هسالك كنت عايزه تقتلي سالم الجرحي ليه، ولا ليها دعوه بحياتك اصلا، لكن انا ما اقدرش اشوف حد لسه ما هضمتش معاه اللقمه اللي كلتها في خطر واقف اتفرج واعمل عبيط. ممكن تسيبني وتمشي بقى؟ لا يا حلوه، ما كانش يتعز. انا مش هسيبك كده في وسط الشارع في نصاص الليالي. انا مش هسيبك غير في بيتكم لما تبقي في الامان، وبعد كده ابقي اعملي اللي انت عايزاه. وده كمان لازم يرجع لاصحابه. العيش والملح ليهم حق عليا، وليكي عليا لما تقولي لي كنت عايزه تقتلي سالم الجرحي ليه، هبقى اجيب لك واحد على حسابي.